الاستيميتد فاليو بتاعت المشروع. طبعا احنا اتفقنا المشروع دوت ايه، جاف سيكتور، وقلنا ان المشروع تبع وزاره التعليم العالي وتجهيز اوديو فيجوال سوليوشن. تاني انا مش بتكلم على الفنيات دلوقتي، انا بتكلم كان انت راجل بري سيلز او انت راجل صاحب قرار في شركتك، هتقول جو ولا نوت جو. الاستيميتد فاليو بنتكلم 3.5 مليون جنيه دولار، مش بيج ديل. الفيندور ليست مقفوله على 3 براندات، اوكي. واحد منهم، واحد من البراندات ديت صعب ان انت توصل له. يعني الفيندور ليست مثلا نفترض ان هي ال جي سامسونج بينج مثلا فور اكزامبل، وانت علاقتك بسامسونج صعبه، مش ما بتقدرش تتواصل معاهم، مش لحاجه بس نتيجه ان انت لويال اكتر ل جي او بينكو او العكس. السكوب بتاعك انستليشن والتريننج والكوميشن طبعا، وثلاث سنين ورنتي. البيمنت عامله ازاي؟ 10 داون بيمنت او ادفانس بيمنت، 90% بعد 60 يوم من الدليفري والانستليشن. التايم لاين اللي المفروض تخلص فيه المشروع 45 يوم، يعني شهر ونص. الاكسبكتد بروفيت مارجن من 12 ل 15%، من 12 ل 15%. المثال لغايه دلوقتي واضح؟ عشان قبل ما نبدا ايه نسال واحد واحد، واضحه كده؟ واضحة. ماشي. طيب طلال، جو اور نوت تو جو؟ مم. لا، أنا وجهة نظري نو جو. اوكي، ليه؟ بيمنت تيرمز مالها؟ 10% قليل على المشروع. 45 دايز ما راح تجيب اسعار الماتيريالز لحالها. اوكي، عندك سبب تاني؟ تايم لاين شورت 45 دايز. يعني انت مشكلتك رقم واحد البيمنت مش عاجباك، تاني يس. حاجة التايم لاين شايف ان هو يعني صعب. صح. طيب ايه اللي كان يعني يوافقك او كان يناسب توقعاتك في جزئية البيمنت؟ يعني لو كان كنت انت هتبقى جو. ممكن هاف 50% و40% على الاقل اسعار الماتيريالز والانستليشنز تكون مع الداون بيمنت. تمام، شكرا.